ثانيا أنك تقدم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة بتقديم الأدلة على أساس أن المغرب لديه أعمال عدائية على الجزائر، أن تبقى غير الكلام 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 الكلام، يصبح الإنسان لا يصدق. يحافظوا على العلامة الجزائرية، لأنه كاين دول مجاورة راهي تسرق لنا المنتوج تاعنا بعلامات التحت وتتباهى به أمام المعارض الدولية. الآونة الأخيرة كان معرض دولي في الإمارات، دايرين معرض للصناعات التقليدية، وكان المندوب تاعنا ثم اللي هي السيدة فايزة كانت راحت لهذا المعرض اللي دارته دولة من الدول المجاورة، دارته في الإمارات، ولكن للأسف كي دخلت المندوبة تاعنا صابت أغلبية المنتوجات جزائرية، ولكن الطبعة صنع ماشي في الجزائر. أكيد حتى البني آدم راهم يدوهم هذو الأيامات يعني ربي يستر. كان يعني تاع حقائب نسوية لي فاست كوير مخدومين في المدية في البرواقية، صابوهم في الإمارات معروضين على أساس أنهم صنع في طنجة ولا دار البيضاء ولا منتوج محلي مغربي. للأسف اتصال كوميونيكاسيون عندها قواعد علمية. عندما جهاز منذ مدة زمنية يتهم بلد، قد يكون هذا البلد متورط، أنا لا أنفي ولا أؤكد، ولكن عندما أنك منذ مدة زمنية تتهمه بأمور عدائية، من قتل الجزائريين، من تفجيرات إلى آخره، من إحراق إلى آخره، بدون تقديم الدليل للرأي العام الوطني والرأي العام الدولي وللمؤسسات الدولية، حتى لو بعد تعاود تتهم ذلك الدولة، لا أحد يصدق ولا أحد العاقل يصدق ما يدعونه. لنفترض أن ما صرح به هذا وزير الداخلية أن هناك سياسة ممنهجة من المغرب بتوريد هذه المخدرات بهدف نشر السموم عن طريق المخدرات يعني لتدمير المجتمع الجزائري. لنفترض هذه، إذا هناك أدلة، هناك معطيات، هناك شخصيات داخل المغرب هي التي اتخذت هذا القرار. يفترض أنه ما دام وصلوا إلى هذه النتيجة أنهم عندهم هذه الأسامي، لماذا لم يصدر القضاء الجزائري بأمر قبض دولي ويتم بثها عن طريق المنظمة الدولية الانتربول؟ لماذا الجزائر لم تقدم هذه الأدلة وتتهم هذه المغرب بالعداء والأعمال العدائية، سي ديزاغريسيون عن طريق إلى آخره، لدى المجلس الأمن ولدى ما يسمى بهيئة أخرى في داخل الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات إلى آخره، لأن مكافحة المخدرات مختصة فيها هيئة الأمم المتحدة. إلى الآن الجزائر لم تقدم هذه الأدلة، وبالتالي الإكثار من هذه الكلام يفقد المصداقية، بل يشكك، يصبح الإنسان لا يصدق هذه الروايات لأنها لم تقدم هذه الأدلة، وأن القضاء يفترض أن يحرك. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتهم شخصيات في أمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية بأنهم يشاركون في يعني توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يصدرون أوامر قبض دولية ويقومون جهدا كاملا إلى دخول بلاد والإلقاء القبض وإتيانهم إلى الولايات المتحدة ليحاكمون. إذا لماذا لا تقوم الجزائر؟ على الأقل تبادر بإصدار أوامر قبض. إذا كان هذا مسؤول مخابرات مغربي هو الذي قام بهذه العملية، لماذا لا يتهم من قبل القضاء الجزائري مع إصدار أمر بالقبض الدولي؟ لماذا أوامر القبض الدولية يصدرها القضاء إلا بالنسبة للمعارضين الجزائريين فقط لأنه كتب في الفيسبوك ولا دار في اليوتيوب تصريح مش متفق مع هذا النظام؟ يعني الامور خاصه ان التصريح، لان صراحه ان هذا التصريح تاع قائد الاركان الجيش الوطني الشعبي يتدخل في امور، هذا اصبح يطلب حتى العقوبه، هذه مش من اختصاص العسكريين، العقوبه هذه من اختصاص القاضي. صراحه ان هذا الشخصيه هذا اصبح لا يعني ما يحشمش حتى في يعني حتى في القضاء
لأن هذه العقوبة قاسية. ولكن ليس الامر محاربه يعني هذا مخدرات الجيش الذي يحمي الحدود، مخدرات تاتي عبر الحدود، ليس هناك يعني هذا من امن القومي يعني وتسميم كما كنا نسمع الشباب وتدمير البلاد عبر هذه المخدرات. ليس هناك جانب اختصاص فيه الامن القومي متعلق بالامن القومي وحمايه الحدود يعني. لا أقول أن الجيش ليس من مهامه وليس من اختصاصه حماية لا لا لا، أنا أقول لا يتدخل في شأن القضاء، وتكلم على توقيع العقوبة القاسية. توقيع العقوبات القاسية من الاختصاص القاضي الذي يترأس جلسة محاكمة قضية ما، وهو الذي يحدد إن كانت هناك عقوبة المذنب لابد عقوبة قاسية أو الظروف التخفيف. لماذا يتدخل في هذا الشأن؟ أنا أقول لك صراحة قد أتقبل لها تصريحات من وزير الداخلية، ولكن لا من وزير الداخلية الذي يتكلم أو حتى يتهم، لأن من اختصاص وزير الداخلية قائد الأركان الداخلية ربما دير اجتماع داخلي مع القيادات العسكرية ومع وحدات حماية الحدود إلى آخره، ولكن لهذه الخطابات السياسية والإكثار في الخطاب العدائي دون تقديم الأدلة على هذه الدولة تصبح في الحقيقة كونتر برودكتيف. لأن حتى لو كانت حقيقة، لو نفترض، أنا لا أتهم المغاربة حاشا الله إلى آخره، ولكن لنفترض أن هذه الاتهام حقيقية، ولكن الإكثار بهذه الطريقة دون تقديم الأدلة تصبح الانعكاسات سلبية، بل يعني معاكسة لمن ما أريد. يصبح الناس يشككون بل لا يصدقون أصلا هذه الاتهامات، وبالتالي الآثار تاعها غير إيجابية وإنما سلبية إن كانت حقيقة. إذن عليهم أن يعاودوا النظر في سياساتهم. يا أخي إذا كان اتهمت قدم الأدلة. إذا في شخصيات داخل المغرب متعمدة في الإجرام وإدخال هذه السموم إلى الجزائر بغرض تدمير المجتمع الجزائري وداعي عداء إلى آخره، فهذه جرائم يعاقب عليها كما يعاقب عليها القانون المغربي، يعاقب عليها القانون العقوبات الجزائري والقوانين الأخرى. ما عليه أنه يستصدروا أوامر بالقبض دولية وتحال إلى المنظمات الدولية كأنتربول لنشر هذه الأوامر القبض، على الأقل تبين جديتك في محاربة هذه الأظهار. ثانيا أنك تقدم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة بتقديم الأدلة على أساس أن المغرب لديه أعمال عدائية على الجزائر، أن تبقى غير الكلام 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 الكلام، يصبح الإنسان لا يصدق. لا يصدق. طيب سؤال أخير، في 2018 ما كان من ارتدادات بقضية الكوكايين، حينها عدد كبير من هزت أركان النظام، عدد كبير من المسؤولين والجنرالات حبسوا. الآن في 2023 كأنه بالنسبة لوسائل الإعلام الجزائرية لا حدث. يعني هل له علاقة أيضا بما يحدث أيضا في مشهد سياسي فيه ما فيه خلف الستار من تجاذبات انتخابات رئاسية مقبلة وغيرها؟ يا جمال، أين هو الإعلام في الجزائر؟ حقيقة الإعلام هناك آلة الدعاية أو آليات الدعاية، سواء كانت خاصة أو عمومية لا أكثر ولا أقل. والآلة الدعاية في الحقيقة الأمر هي تنتظر الأوامر وتنتظر يعني الخام، يعني المادة الخامة البوردية لنشرها لا أكثر ولا أقل. هي كوكالة الأنباء إلى وجود هناك إعلام حدث مهم كهذا كان يطرح وتطرح تساؤلات كما هو مطروح حاليا امامكم في القناه المغاربيه. فالجزائر لا يوجد هناك اصل اعلام، وبالتالي ما دام لم يروا، شوف الناس تنسى كثير وربما الناس ما تعلمش، لابد من مراجعه حتى في التسعينات، وهذه رباهم تربيه مش مليحه الاعلاميين. كان هناك مرسوم سري فيما يسمى بمعالجه القضايا الامنيه، يعني ديكري سيكري اللي هو غير منشور، نشرت بعد ما كان الناس تحصلوا على النسخة منه، ولكن ليس منشور في الجريدة الرسمية، هو مرسوم سري يحدد حتى كيفية استعمال المصطلحات الصحفي عندما ينشر في قضايا متعلقة مثلا بقضايا الإرهاب آنذاك، كيف تستعمل المصطلحات، كيف تشدد في العمليات، يعني تضخم في العمليات اللي يقوم بها الإرهاب يعني من جرائهم إلى آخره والأمن يعني. وهذه
سيتي ديسيني يعني عشريه كامله وهم متربيين على هذا النمط يعني نوطو خلقت عندهم يعني من الناحيه حتى لو ما يحسش بها انكونسيامون، وانما ولات عنده عاده تربيه على اساس انه يخضع لما ينشر له يعني في العالم وبدون حياة. نتكلم في التسعينات وكان امر عادي، وشفت حتى شخصيات يعني سياسيه في القنوات تتكلم على جنرال فلاني اللي كان حاكم